الأهلي علي معلول. الكلام يعني مهم جدا، وكلام حزين مليء بالدموع. في لحظة صعبة على جماهير الأهلي، أعلن النجم التونسي علي معلول رحيله رسميا عن القلعة الحمراء بعد سنوات من التألق والعطاء داخل المستطيل الأخضر. وقال علي معلول في بيانه: تم تبليغي رسميا بانتهاء مشواري مع الأهلي. أيها الجمهور الوفي، طيلة كل هذه السنوات كنتم لي الوطن حين ابتعدت المسافات والدفء، حين كست المباريات. صدقوني لم أكن وحدي يوما، كنتم ظهري حين انحنت الأيام، وقلبي حين عز الثبات، وهتافكم كان الأمل الذي لا يخيب، والمحبة التي لا تشترى. فإن كانت المسيرة تقاس بالسنوات، فأن ما بيننا لا يقاس إلا بالمحبة والوفاء. منذ أن وضعت قدمي في قلعة الأهلي صيف 2016 أدركت أنني لم أوقع عقدا مع نادي، بل دخلت في عهد أمة كاملة اسمها الأهلي. 9 سنوات مرت كأنها طرفة عين. من الصعب وضعها في كلمات، لكنها كانت مليئة بكل ما يجعل الحياة حياة: الفرح والدموع، الصعود، السجود بعد الأهداف، الانتماء التي لا يشترى. لم أكن يوما لاعبا محترفا فقط، كنت عاشقا يرتدي القميص الأحمر كما يرتدي القلب. عشت كل دقيقة في التتش بروح طفل نشأ في مدرجات الدرجة الثالثة، تعلم معنى أهلاوي قبل أن يتعلم المشي. واليوم وأنا أكتب كلماتي الأخيرة بقميص الأهلي، لا أودع ناديا فقط، بل أودع جزء من روحي. يا جمهور الأهلي، أنتم المعنى كله، كنتم العون في كل تواجد، والصبر في كل لحظة غياب، والسند في كل مباراة كتب فيها المجد. لم أكن وحدي حين سجلت أهدافي أو مررت كرات الحاسمة، بل كنتم معي في كل مرة ارتفعت فيها راية الأهلي. تشاركونني المجد، وتغفرون لي التعثر، وتمنحونني حبا لا يرد. سجلت 53 هدفا، وصنعت 85 لزملائي، ورفعت 22 بطولة، ولم يكن منها ما يضاهي بطولة محبتكم. كنتم شاهدا وصانعا في واحدة من أعظم فترات الأهلي، وبقى اسم علي معلول ضمن سطور المجد، لا لشيء سوى لأنني كنت منكم ولكم وبيكم. اليوم أكتب لكم خبر رحيلي والدمع يزاحم الحبر، لكني أمضي وأنا مطمئن، لأن قلبي سيبقى في مدرجاتكم، وصوتكم سيظل في أذني. لا أبالغ حين أقول إنني وجدت في الأهل بيتا أكبر من كل البيوت، ووطنا ثانيا صدق الانتماء له كأنه الأول. إلى أهلي وزوجتي وأبنائي، إلى زملائي وأصدقائي، إلى الإدارة والعاملين في النادي الأهلي، إلى كل من عملت معهم، شكرا لأنكم كنتم عائلتي. أما الجمهور فأقول لهم: آن الأوان أن يغادر جسدي، لكني أترك قلبي وظلي في التتش، وأمنح دعائي لكل من يرتدي القميص من بعدي أن يحمله كما حلمنا دائما نحو القمة. أنا راحل، لكن الحب باقي، أحبكم للأبد. علي معلول. هذا ما قاله علي معلول كابتن النادي الأهلي الخلوق المحترم. الكلمات تعبر، كلمات حزينة مليئة بالحزن ويعني الدموع. علي معلول أخبره النادي الأهلي أمس رسميا بالاستغناء عنه. علي معلول كتب هذه الرسالة عندما أبلغه مسؤولي النادي الأهلي بأن المدرب الجديد بيحاول ينزل بعمر اللاعبين لسن أصغر شوية. ومش هو بس علي معلول اللي هيرحل من النادي الأهلي، لا كمان معاه السولية، عمرو السولية. يعني وأنا من وجهة نظري المتواضعة إن علي معلول
كان ممكن يدي سنة واتنين للأهلي كمان. وديكم كلكم شفتوا الدقائق اللي لعبها علي معلول، يعني عمل فيها ايه؟ صنع مجد تاني في آخر مباراة. شفتوا عمل ايه؟ والمباراة اللي قبلها صنع هدف، واللي قبلها صنع هدف في 5 دقايق أو 3 دقايق كان بينزلهم. من رأيي القرار غير صائب. علي معلول كان لازم يفضل الموسم القادم، أو على الأقل كان يشارك في كأس العالم تكريما له. حتى لو مش هيلعب كنت خلتوه أو مديته عقده لمدة 6 شهور تكريما له هو والسلية، لأن المدرب الجديد عاوز 26 لاعب فقط يسافر بيهم إلى أمريكا، وإدارة النادي الأهلي مصممة على 29 لاعب يسافروا إلى أمريكا. كان ممكن المدرب مثلا عاوز 26، كنت حطيته السلية وعلي معلول لمدة 6 شهور تكريما لهم وعلى عطائهم للنادي الأهلي، على كل جهد وكل نقطة عرق بذلوها مع النادي الأهلي. دي وجهة نظري المتواضعة. لكم الآراء في التعليقات، قولوا ما يعجبكم، إذا كان الأهلي رأيه خطأ أم الأهلي رأيه على صواب. أشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.